أكد المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي السابق أن الحكم الذي صدر ضده بالسجن 6 سنوات على خلفية اتهامه بتأخير سداد غرامات قدرها 259 ألف جنيه و161 في القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث الإسماعيلية، والمقيدة برقم 967 لسنة 2017 كلي شمال الإسماعيلية، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على المال العام والإخلال بعقود المقاولة. وقال المهندس نصر أبو الحسن في تصريحاته إن الحكم الصادر ضده ابتدائي، وسيتم الاستئناف عليه في المواعيد المحددة قانونيا، ولا يوجد في القضية المشار إليها أزمة شيكات كما يتردد من البعض، وأنه تم إخلاء سبيله من قبل في نفس القضية في شهر سبتمبر من العام الماضي. وأضاف رئيس النادي الإسماعيلي السابق أن القضية خاصة بعقد مقاولة مع الإسكان، وجاري حلها وفقا للقانون وبنود التعاقد بين الطرفين.